السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل اجمل طاجن رز في البرام في الفرن. تعالي بقى اقولك على تكايه كده حلوه عشان الوش يطلع معاكي عالي كده وشكله حلو. معايا 3 كوبايات رز. كوبايه الرز بتاخد كوبايه لبن، كوبايه ونص ميه. انا معايا عشان يطلع معاكي مظبوط، يعني معايا 3 كوبايات رز، هحط 3 كوبايات لبن، كوبايه ونص ميه. ولازم الميه علشان الرز يستوي في الميه. هنزل بقى بثلاث كوبايات رز مغسولين كويس قوي ومتصفيين. ولازم اللبن يبقى مغلي والميه تبقى سخنه، والفرن تبقي مسخناه قبلها علشان ما يغيبش معاكي في الفرن ويتحمر الوش بسرعه. 3 كوبايات لبن او حليب، علشان في اخواتنا في الدول العربيه بيقولوا على اللبن اللي هو لبن الزبادي، احنا عندنا بنقول عليه لبن، لكن ده حليب، لبن حليب. 3 كوبايات من اللي انت شايفاها دي، المج دي 3 كوبايات حليب مغلي. والكوبايه اللي هتعايري بيها اللبن هي اللي هتعايري بيها الرز، هي اللي هتعايري بيها الميه. هتحط انزلي بقى بثلاث كوبايات لبن وكوبايه ونص ميه. هتظبطي الملح بتاعك، وممكن تظبطي الملح في اللبن او في الحليب قبل ما تنزلي بيه على الرز علشان تظبطي ملحك. قلبي بقى كده تقليبه علشان كله يتشرب من بعضه، ودخليه الفرن، والفرن يبقى سخن على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط عشان لا يتلسع من تحت ولا الوش يتحمر قبل ما الرز يستوي. هياخد معاكي تلت ساعة بالظبط أو نص ساعة في الفرن على حسب الفرن بتاعك. بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى من غير مادة دهنية. بعد ما يطلع الوش كده، هتروحي منغزه كده بظهر المعلقه وتنزلي بالسمنه البلدي بتاعتك او الزبده. ليه؟ لان لو حطيتي السمنه في الاول هتلاقي وش الرز ناشف، السمنه تقيله فهتاخد وش اللبن وتنزل في القعر، فمش هيبقى عالي معاكي كده. لكن ما تحطيش الماده الدهنيه الا في الاخر خالص. بعد ما الرز يستوي ويطلع زي ما انت شايفه كده، انزلي بقى بالسمنه البلدي بتاعتك او الزبده بتاعتك او الزيت او اي ماده دهنيه انت بتحبيها. وبعد كده بتدخليه الفرن تاني، وطبعا لو هتحطي كريمه او قشطه او اللي انت عايزاه، وتقومي مدخليه الفرن تاني 10 دقايق اتشرب من السمنه، وطلعي كلي اجمد طاجن رز ممكن تاكليه في حياتك. بالهنا والشفا طبعا. ما تنسيش تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونسبح ونستغفر ونكبر ونحمد ربنا على كل النعم اللي بيديها لنا. كل سنه وانتم طيبين بالهنا والشفا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وسلام.